هتعملي اكل ايه النهارده يا نور؟ النهارده هعمل فراخ مشويه ورز بسمتي. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تزوروا صفحتي على الفيسبوك. بصوا بقى، هنا في الطبق ده انا جبت معلقه صغننه من كل المقادير اللي انا هقولها. معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه بابريكا، معلقه ملح محوج عليه كل التوابل. وكمان ما تنسوش سنة صغننة من الشطة. وما تنسوش لو عندك بهارات للفراخ المشوية أو فراخ تكة ممكن تحطي كمان منها معلقة. كمان ضفت عليها معلقة من العسل الأسمر. لو ما عندكيش ممكن تستبدليه بالعسل النحل أو أي عسل عندك، مش مشكلة. طيب لو ما عندكيش ممكن تستبدليه برضو بمعلقة سكر، عادي جدا مفيش مشكلة. وبعد كده ضفت عليها كيس صلصة، يعني ما يعادل كده معلقة صلصة كبيرة هرمية. وبعدين نزلت بقد مثلا نص فنجان صغير من الزيت. المفروض بقى ان انا هقلب كل المكونات دي مع بعض، وهسيبها في الفراخ كده، هخلط بيها الفراخ كويس جدا واسيبها تتبل. دي الوصفة اللي انا بعتمدها في معظم الاوقات، خصوصا لما بكون مستعجلة. ولكن النهارده كنت عامله حسابي ان انا هعمل كده، ولكن حصل ظرف اني انا اضطريت، في حصل حاجه كده فكان لازم ان انا اضاعف الكميه. فعملت ايه؟ عملت حاجه كده زياده بعملها لما بكون هشوي الفراخ دي على الفحم. ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين معايا، جبت بصلايه وقرن فلفل وفصين توم، وضربتهم كويس جدا في الكبة، ورحت نازلة عليهم على الخليط اللي انا كنت عاملاه معاكم في الاول. طبعا ما تنسيش الملح بتاعك بيكون على حسب رغبتك وذوقك في الملح. ورحت جاية بقى مقلباهم كويس جدا جدا على الفراخ، وزودت شوية زيت كمان، وسبتهم كده يتبلوا مع بعض، وغطيت الفراخ كلها لمدة ساعتين. طبعا كل ما بتتبل وتقعد في التتبيلة بيكون أفضل، ولكن أنا كان أقصى وقت ينفع أسيبها فيه في اليوم ده هما ساعتين. شايفين شكلها كده وهي قدامكم عاملة ازاي؟ تحفة. وكان طعمها جميل جدا، كانت تستاهل بقكم بصراحة. هنا بقى كنت خلاص سبتها اتبلت براحتها، وجبت بقى الصينية اللي أنا هدخلها الفرن. ابتديت بقى أرص معاكم الفراخ زي ما انتوا شايفين. كنت بقول لكم ان انا هعمل صينيتين. انا هنا كنت عامله اجنحه ودبابيس، فهعمل صينيه، الصينيه التيفال دي هحط فيها الاجنحه كلها، والصينيه التانية المدوره هحط فيها الدبابيس كلها. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت بقى ان انا ارصهم ورا بعض. طبعا انا حاولت ان انا اجرلكم الفيديو علشان انا عارفه ان في ناس مش بتحب المقاطع الطويله، ولكن مش عارفة ليه كنت كل ما بجري الفيديو الفيديو يعني ما بيكملش، بيحصل فيه مشكلة. فمعلش بقى استحملوني. كده بقى هبتدي ان انا ارص الفراخ وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. ولما تكون الفراخ في الفرن هكون انا بعمل الرز. طبعا كنت عايزة استغل الفرصة ودردش معاكم كده في موضوع. طبعا احنا خلاص يعني ايام بسيطة كده ويدخل علينا رمضان. يعني يا رب يدخل علينا رمضان كده بخير وبسلام، ويجعله رمضان مبارك علينا، وربنا يتقبلنا ان شاء الله. ما تنسيش تحتسبي نيتك دايما وانتي في المطبخ، انك بتعملي الاكل ده بنية افطار صائم، وانك كل مجهودك وكل الحاجات اللي انتي بتتعبيها او بتعمليها سواء في تربية الولاد او في المطبخ او مع زوجك او مع اي حد من اهلك، احتسبي النية والاجر عند الله ان شاء الله. ويعني ما تنتظريش اي حاجة من اي حد. اعملي كده اللي عليكي وخلاص، يعني خلي كده اجرك على الله، اصلحي نيتك كده وجددي النية دايما، بحيث ان شاء الله كل اللي احنا بنعمله ده يكون في ميزان حسناتنا. طبعا انا بقول لكم وبقول لنفسي الكلام ده لان احنا تقريبا يعني بنقضي عمرنا كله ما بين المطبخ وما بين تربية الولاد والمذاكرة والتمارين والمدارس والدروس. يعني ربنا بجد يجعله في ميزان حسناتنا. فاحتسبي النية والأجر عند الله، وادعوا دايما كده ان احنا يعني ربنا يعتقنا في شهر رمضان ويتقبلنا، ويكون يعني شهر الفتح علينا يا رب، ويبدل حالنا من حال لحال،
ويا رب دايما الدعوة اللي احنا دايما على طول ندعيها ان ربنا يعتقنا من النار، يعني مش عايزين اكتر من كده. ويا رب يعني يجعله رمضان مبارك عليكم، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. هنا بقى كنت خلاص رصيت الدبابيس كلها، رصيت الأجنحة كلها، ودلوقتي ابتديت ان انا هرص في الدبابيس. وطبعا الرز البسمتي يا جماعة كل ما بيكون الشوربة اللي انتي بتسقيها يعني شوربة كده تقيلة، بحس ان هو طعمه بيكون احلى. ولكن انا الدهون بتتعبني، مش عارفة بقى، يعني دي بتبقى آه اذواق في الاكل. فيعني بحاول على قد ما اقدر ما بخليش الاكل يكون دسم قوي. طبعا يعني ما شاء الله بعتذر لكم عن صوتي، داخل عليا دور برد كده معتبر تاني. ويعني خلاص بقى ما فيش وقت، حتى الواحد مش عارف يعمل كل الحاجات اللي هو بيعملها كل سنة قبل رمضان، ولا التجهيزات اللي بيعملها، ولا أي حاجة. يعني سبحان الله السنة دي بجد كان الشتاء صعب قوي ويعني يلا الحمد لله، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا. فكده زي ما انتوا شايفين هرص الصينية كده وهدخلهم على طول في الفرن. طبعا في ناس كتير بعد ما مثلا تطلع اي حاجة من الفرن كده لو شوياها بيحطوا يولعوا فحمة ويحطوها في الاكل ويغطوها وينزلوا عليها بزيت والكلام من ده. طبعا يعني دكاترة كتير جدا بينصحوا ان احنا ما نعملش كده، وان الحاجة دي وان الطريقة دي يعني الف بعد الشر عليكم كلكم، يعني من مسببات السرطان. فيعني ربنا يحفظنا يا رب، يعني بلاش منها. احنا بيجيلنا دور برد بنبقى مش عارفين يعني نسلك معاه، فيعني ربنا يحفظنا، بلاش من الحاجات دي. هنا بقى اتبقى معايا شوية تتبيلة في الطبق، فهبتدي انزل بيها على الفراخ كده على وش الصينية. وطبعا ممكن تاخد معاكي في الفرن في حدود نص ساعة. فانا بعمل ايه؟ اول ما احس ان هي خلاص استوت ابتدي بقى ايه، انا هصور لكم اصلا المقطع ده هتشوفوه معايا دلوقتي. تحس ان الفراخ كده نزلت بقى ايه الزبد بتاعها كده، فابتدي ان انا اخد بالمعلقه كده منه واحط على وش الفراخ تاني عشان يكون لونها حلو كده ومتحمر وجميل. طبعا بالنسبه للرز البسمتي فانا بحمر بصلايه صغيره وبنزل بيها بنزل بقى عليها بالتوابل زي ما انتوا عارفين، بهارات الكبسة وزر الورد والحبهان والحاجات دي كلها واللومي وكل الكلام ده، وبتشوحيه كويس معاها. لما بتعملي كده ريحة التوابل بتطلع وبتبقى طعمها أحلى في الأكل. وبعد كده طبعا بتنزلي بالرز على طول وبتشوحيه. حاجة بقى مهمة للبنات الجديدة في المطبخ، ان الرز البسمتي بياخد ضعفه مية غير الرز المصري. الرز المصري كوباية الرز بتاخد كوباية مية، البسمتي كوباية الرز بتاخد كوبايتين مية. وعلى فكرة الرز البسمتي في منه أنواع كتير، أنا أفضل نوع حبيته اللي هو الهندي. أنا ظبط معايا جدا، مش عارفة ليه. قولولي انتوا بقى بتستعملوا أنهي نوع وإيه أكتر نوع بتحبوه. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. باي باي واشوفكم في فيديو جديد.